صباح الخير عليكم من كنايس مصر القديمة. النهارده قررت انزل مجمع كنايس مصر القديمة ازوره لاني بقالي كتير قوي ما زرتوش، وقلت بالمرة اعمل لكم فلوج ونستعيد ذكريات المكان الحلو ده. خليكم معايا نمشي واحدة واحدة كده ونتفرج على كنايس مصر القديمة. للي فيكم زار واللي ما زارش، المنطقة دي فعلا منطقة أثرية غنية جدا. يمكن كلها مش بفلوس. مفيش فوق سياحي هنا بيجي مصر غير لما بيعدي على الحتة دي. تعالوا ناخد لفة مع بعض. طيب خلينا نبدأ أول محطة لينا دلوقتي في كنيسة المعلقة. يلا بينا. فين المكان القديم ده؟ فين؟ تعالوا نفرجكم على الأيقونات ونطلع فوق نشوف كنيسة المعلقة. يلا بينا. يلا أسرع. انتوا عارفين هي ليه اتسمت بالكنيسة المعلقة؟ هي اتسمت بالكنيسة المعلقة لأن هي مبنية على برجين بس. الكنيسة كلها بالكامل على برجين من حصن بابليون. تعالوا افرجكم كده عليها من جوه. حاجة جميلة قوي لما تلاقي آثار سياحية موجودة هنا. زوروا بجد. زي ما قلت لكم كده هو البرنامج ده فري، فمفيش فوق سياحي بيجي هنا غير لما بيعدي ياخد جولة هنا في كنايس مصر القديمة. Let's go. هو الكنيسة هنا موجودين 13 عمود. 13 عمود دول بيرمزوا للسيد المسيح وال 12 تلميذ. في كمان عمود مهم جدا فاكرينه، العمود اللي ظهرت عليه ماما العذراء ايام معجزة نقل جبل القطر. تعالوا نشوف. بين الصحن والجناح الشمالي صف من 3 أعمدة عليها عقود كبيرة فيها شكل مدبب، والأعمدة اللي بتفصل بين الأجنحة هي من الرخام. طبعا اسم المسبح الرئيسي على اسم العذراء مريم، والأيمن باسم القديس يوحنا المعمدان، أما الأيسر باسم القديس ماري جرجس. ويذكر أيضا أن تم ترميم الكنيسة المعلقة أكثر من مرة على مدار التاريخ. وده العمود اللي ظهرت عليه ماما العذراء. الصورة حفرت من ساعتها على العمود. وشايفين ده كمان موجود قوي في الكنيسة القديمة اللي هو الإنبل. الإنبل ده اللي كان بيقف عليه الوعظ زمان علشان يعظ الشعب أثناء القداس أو الاجتماعات. استنى.
والانجل ده موجود تحتيه ال 12 عمود اللي كنت بقول لكم عليهم، اللي هم 13 عمود رموزوا للسيد المسيح وال 12 تلميذ. انا بقى اوريكم جزء من الحصن جوه. احنا فوق الحصن، احنا فوق برج او برج من الحصن اللي مبني عليه الكنيسه. شايفين العمق؟ مش عارفه الكاميرا جايبه ولا لا، بس الحصن اهو جايبه، باين في الكاميرا. بصوا احنا كده من هنا كده في الشباك بتاع الكنيسه بنبص على الحصن. بصوا الصور الأثرية، قديس بطرس وقديس بولس، صور أثرية جدا. يعني كويس إن هي لسه محتفظة بألوانها، فاهمين؟ يعني دي مثلا من العصور الوسطى، الأيقونة دي من العصور الوسطى، دي صورة من القرن ال18، ودي برضه صورة ماري بقطر من القرن ال18، القديس مكة دي من القرن ال18 خالص. ودلوقتي بعد ما اتفرجنا على جزء من الكنيسة المعلقة بسرعة، تعالوا نكمل باقي الأماكن، يلا بينا. أنا جعانة بصراحة وقلت بقى ما أروح أفطر من كانتين الكنيسة، تعالوا بقى تفطروا فين؟ لازم ما تضحكيش، لازم كده نظبط دماغنا عشان نعرف نلف كويس. الله. مارينا ايه؟ مبسوطة؟ مبسوطة قوي عشان رايحة رحلة. أنا رايحة رحلة. أكلتي؟ شايفين ده بقى البرج الروماني اللي هو باقي الجزء اللي طالع من الكنيسة المعلقة، الآثار المتبقية. وطبعا من البرج الروماني ده نقدر هنا ندخل ونزور المتحف القبطي اهو. كان نفسي اقول لكم ان احنا هندخل دلوقتي المتحف القبطي، ولكن احنا هنأجل المتحف لاخر زيارة في الجولة بتاعتنا النهاردة. خلينا دلوقتي نروح نكمل زيارة باقي الكنايس الموجودة في منطقة مصر القديمة. من احلى الحاجات اللي هتشوفوها في حي مصر القديمة الناس والمعمار والهدوء بتاع زمان كده. تنزلوا تفتكروا حاجات جميلة كده ما بقتش موجودة، بعيد عن الزحمة والمواصلات والكلام اللي احنا معتادين عليه في حياتنا اليومية. شايفين بقى كل الناس بتيجي تزور المكان ده من كل العالم، حتى من مصر. يعني الأطفال اللي في المدارس، شباب الجامعة، حتى العائلات بيجيبوا بعضهم ويجوا كلهم. فعلا حاجة جميلة جدا. كده احنا دخلنا دير ماري جرجس للروم الارثوذكس. تعالوا افرجكم عليه، وكمان تعالوا افرجكم على الناس اللي بتبعت هنا هدايا وتكتب فيها شكر لماري جرجس، وافرجكم كمان على آلات التعذيب بتاعته. ناس هنا وطبعا السلسلة الحديد اللي كانوا بيأيدوه ويشدوه منها. فطبعا ماري جرجس قديس عظيم اتعذب لمدة 7 سنين. بركة شفاعته تكون معانا ومعاكم.
انا يا جماعه بدخل المكان ده بحس بعظمه القديس ماري جرجس. فعلا مكان جميل قوي. الناس كل اللي عنده طلبه من ماري جرجس بتشفع بيه جه هنا وكتب رخامه وشكروا عليها. شايفين الناس يا جماعه؟ يعني لو تعملوا زوم كده وتشوفوا الناس بتشكر ماري جرجس على ايه، يعني دي حاجه فعلا تخليك متاكد ان ماري جرجس بيسمعك وماري جرجس سريع الندهه. ففعلا شكرا يا ماري جرجس على حاجات كتير. شايفين الناس بتشكر ماري جرجس على حاجات كتير قوي. مكان جميل قوي بجد. مغارة متقسمة ل3 مناطق وكلها مليانة صور ماري جرجس قديسين تانيين. يلا بينا بقى على مكان جديد. هنا اوريكي اجراس الكنيسة ده كبيرة. دي ايه اللي محطوطة جوه دي؟ تقريبا دي هي اللي بتضرب في الجرس. عاملة صوت عالي. بصوا دي محطة المترو. مبسوطة قوي النهاردة الصراحة، مبسوطة قوي باللفة دي. احنا على فكرة دلوقتي داخلين على حتة كده كنت بشوفها زمان بس جميلة، هي مقابر. تمام، بس مقابر تقريبا مش فاكرة اليونانيين ولا الرومانيين، هنروح نقراها دلوقتي. بس هو المكان جميل قوي، الناس مهتمية بالمكان كأنه يعني عايشين فيه، فأنا بحب الحتة دي برضه. وهنا بيقولوا إن هنا جوه كده في كنيسة القديسة العذراء مريم، فاحنا داخلين كده نفتكر الذكريات بتاعت زمان. الواحد بيفوت عليه كده كام سنة بس بيرجع بيبقى عايز ياخد لفة في نفس المكان كده ويستعيد ذكرياته. كان مريح جدا يا جماعة للأعصاب بجد، يعني اللي بيبقى عايز يروق نفسه كده لازم ينزل يقعد هنا شوية. بس احنا كده رايحين المدافن. هنا دي المدافن فعلا، في كنيسة كده تحت في المدافن، أكيد انتوا عارفينها، اللي جه هنا أكيد عارفها. ندخل كده جوه المدافن وننزل كنيسة كده تحت. شايفين بقى المكان شكله حلو قوي. بصوا يونانيين، مقابر يونانيين. هو المعمار اصلا شكله يوناني قوي، شايفين؟ هم مش كاتبين عليها بره ان هي يونانيين، بس انا فاكره ان انا كنت عارفه ان هي بتاعت يونانيين يعني. شايفه الشكل ده يوناني قوي، حتى الكتابه. حتى الناس اللي مسكونه عندنا اجانب، اجانب ولا ايه ده؟ شكلهم مصري. ثواني بقى مع الراجل ده مصري عادي.
انا مش عارفه ده ليه كده. انا بقول نرجع بقى كفايه كده. ايه بجد؟ ماشي. ايه؟ انا خفت فجأة. ايه؟ احنا جينا المكان ده كتير، انت ازاي نسيتي؟ انا كل مرة باجي المكان ده بيكون مقفول الصراحة. بس انا ادركت حاجه، هي شكل المقابر يوناني، بس هي الناس مصريين قدام قوي. شكلها حلو قوي الصراحه. كانوا بيحطوا صور هو بس مكتوب باليوناني بجد. كانوا اكيد ده يوناني، انا حاسه ان هو كانوا يوناني. بيحطوا صور الناس زمان على المقابر، بس دلوقتي ما بقوش يحطوا. بس دي فاميليا بجد مش عارف ايه. ميشيل كوستا اهو. يوناني ولا مش يوناني؟ ميشيل كوستا كاراكو. وانتي اه يا بنتي، ده علم اهو، شايفه؟ المرة اللي شربت منها ماما العذراء. البير هنا موجود، دعكت عليه ماما العذراء وشربت من عنده ميه وقعدت هنا شويه. عادي. تجيب ميه؟ بيحاول. طلع ميه ولا ايه؟ طلع بجد. واو. ميه البير. اه بجد، ايه ده؟ ايه ده؟ ينفع نشغل فلاش؟ شايفين البير؟ واو. بس حلو ان البير ده بيستخدم لحد دلوقتي ما نشوفش. لا، والبير اللي في الكنيسة التانية اللي هنروحها برضو ما نشوفش. بير يعني بس من ساعة جابت ماما العصر منها العائلة المقدسة ولسه ما نشوفش خالص. دي المغارة اللي كانوا قاعدين فيها جنب البير. كان ضيق شوية بس كده، يعني أثري قوي. حلوة قوي بجد. هم كانوا قاعدين هنا وكانوا اهي العائلة المقدسة. هي دي صورة قديمة جدا، شايفين حتى الألوان بيحاولوا يحافظوا عليها. المفروض ما نصورش علشان الفلاش أكيد بيعمل مشاكل. صعبة ولا سهلة؟ ايه؟ صعبة ولا سهلة؟ لا سهل، نزليها ميه كده تنزل معاك. لا حسب على ايه يا شباب. دي فيها حاجات. لا انت واحده كده هتبقى ميت. ده بير العائلة المقدسة. ايه؟ جبت المية من تحت ولا لقيتش جامد عشان اعرف اشدها. طبعا حلو؟ هي مالحه شويه مش مالحة صح؟ خدي منها بركة في ايدك، يعني حطي شوية على وشك وخلاص. احنا كده هننزل نزور كنيسة أبي سرجة الأثرية، هننزل لها من السلم ده وهندخل نتفرج على صور كتير كده في الحارة الضيقة دي، حلوة قوي. ولكن هنشوف الكنيسة دي قديمة قوي قوي قوي. وهنزور كمان كام كنيسة جنبها، منهم كنيسة القديسة بربارة، وكمان هنزور القبر بتاع المعلم إبراهيم الجوهري وأخوه جرجس الجوهري. يلا بينا. لما تبقى انت يعني انت واقف جنبي كده ليك اكتر من 20 جنيه.
حلوة قوي، بيبيعوا فيها كتب وصور، حاجات بقى للسياح. هتلاقوا كتب ناس كتير، مش لازم تبقى كتب دينية، لا عادي ممكن كتب وشعر وفن وكده. يعني في هنا كتب كتير قوي، كتب لدكاترة ومنهم نجيب محفوظ زي ما انتم شايفين بقى. حلوة قوي، وحاجات قرآنية كمان. Tiene una cantidad de caldo, de Estambul, de هندخل دير ماري جرجس للراهبات دلوقتي. ده دير ماري جرجس. هنا كمان في ميه بركه برضه. تعالوا نشوف الميه النضافه برضه اللي موجوده هنا الاول. خدت الفلوس اللي مصر ونشكر ربنا الدنيا ماشيه. الراجل دلوقتي اتحبس سنه ونص. دي قديمه جدا. بصي اسماء الناس لو كنت عرفت ان هي واحده هو بير الشهيد ماري جرجس. ده اثري موجود في الكنيسه بتاعت ماري جرجس الاثريه، بيسبب الشفاء بسبب بركته، وده للمسيحيين او غير المسيحيين. صورة جميلة قوي معمولة بطراز اللي هو الفسيفساء. لو البلاط الصغير ده اسمه الفسيفساء. الايه؟ الفسيفساء. بص بقى لقيت هنا ايه؟ لقيت هنا ايقونة مفرحة القلوب الشهيدة فلومينا. واحلى حاجة بقى ان احنا ممكن ناخد بركة منها نقول تكون معانا ومعاكم. جميلة قوي. كده خلصنا ديت القديس العظيم ماري جرجس للراهبات، وشفنا كمان قديسة فلومينا جوه، ولمسنا الريتات بتاعتها. كمان ريتات ماري جرجس مفتوحة بنفس الشكل بتاع القديسة فلومينا. احنا كده هنزور الكنيسة الأثرية، كنيسة القديس أبو سرجة أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواقس، بس هي مشهورة بالقديس أبي سرجة. تعالوا كده هنتفرج على الآثار القديمة كده. الكنيسة دي قديمة قوي قوي قوي. تعالوا أوريها لكم. الأبواب السياحية في كل مكان. كان دي موبايل. مشمولة. تعالوا كده ده كبير. لسه الجيش وواقص هم دول هاخد بركتهم. ده قديس واقص. دول من القرن الثالث الميلادي، شهداء من القرن الثالث الميلادي.
الالوان بتاعتها من القرون الاولى يعني. دي القرن 13. دي العذراء وجنبها الملاك ميكائيل والملاك جبريل. بقى الأعمدة الكنائس دي قطعة ترميم أكتر من مرة. ده الإنبل برضه بيقف عليه البعض عشان يعطي الشعب في ميطات عشان يخلصوا الصوت يوصل لكل الناس اللي موجودة هنا بقى الايقونات الطية قديمة، الايقونات كلها اثرية، اللي هو قديمة قوي عن اللي انتوا بتشوفوها في الكنائس العادية. لو تلاحظوا كمان الأعمدة بتلاقي فيه عليها صور مرسومة فوق. يا جماعة أنا هوريكم دلوقتي معجزة عظيمة جدا. طبعا كان في أسبوع آلام وتحديدا عام 1967 آباء كنيسة هنا في أبي سرجة في مصر القديمة لاحظوا إن في دم بيسيل من نص العمود ده اللي قدامنا ده اللي هما حاطين عليه إزاز. فراحوا بلغوا قداسة البابا كرولوس السادس باللي بيحصل في العمود ده. فجه البابا كرولوس وصلى وحط صوابعه على الدم اللي نازله من العمود وتوقف الدم في الحال، ومن ساعتها بنيجي ناخد بركه هنا. شكله تحفة. صوري كده كده فوق دي. عدم خلع الأحزاب. واو، الدنيا زحمة قوي، في هنا سياح من كل مكان قوي. ده فوق الأيقونة دي شكلها غريب قوي، شايلة مستعملة مختلفة السيد المسيح ولكن من الصليب، مش الطفل. ليه بقى؟ هي صورة بالنسبة لي حاسة اني ما خدتش بالي منها قبل كده، بس فعلا هي تحس ان هي كمان زعلانة عليه. مريم العذراء ويسوع المسيح وليس الطفل. تعالي نشوف البير الأول. جنب البيت هنا احنا هننزل المغارة، هي العائلة المقدسة جلست فيها 3 شهور. بعد كده المغارة دي بقت كنيسة في العصر الرسولي. طبعا الانوار هنا خفيفه جدا علشان يحافظوا على الاثار دي، حاجات من عصور قديمه جدا، فلازم بتتاثر بالضوء وبالحاجات دي. هنا المكان اللي المغاره اللي قعدت فيها العائله المقدسه. دي اللي صار عليها السيد المسيح، المكان ده مشي عليه السيد المسيح والعائلة المقدسة. شكل المغارة حلو قوي بالأعمدة بتاعتها. مدرسة الحجر الأصلي، المغارة اللي عاش بيها ده كان شكل الحجر كانت المغارة كلها مبنية من معصرة ده. دي كانوا بيعصروا بيها العنب في القرون الأولى.
حلو قوي. ربنا بركه كبيره. احنا كده خلصنا كنيسة أبو سرجة الأثرية، واحنا دلوقتي طالعين في طريقنا ونفس الحارة دي. حابة بس قبل ما ندخل على معبد بن عزرا اليهودي اتفرجوا بس على البيوت القديمة قوي اللي كانت موجودة هنا في المكان، ودي شكلها عامل ازاي. فظيع، أنا نفسي أدخل جوه أشوفها عاملة ازاي. قافلينها من زمان ف شكلها حلو قوي كمان، شبه نفس المكان. في ناس عايشة هنا يا جماعة، في ناس عايشة هنا، حاجة حلوة قوي. هنا كده معبد بن عزرا، ده معبد يهودي المفروض يكون في بيت الرسول. تعالوا ندخل، بس أنا مش عارفة بقى ممكن يكون في تصوير أو لأ. ما هو ممنوع تصوير. اوكي ثانك يو. بص هو للاسف زي ما قلت لكم في المعبد اليهودي ما ينفعش حد يصور فينا خالص، هو ممنوع التصوير ولا صور فوتوغرافيا ولا صور عاديه، هي الصوره اللي خدتها بره عند الباب فقط. احنا دلوقتي هننزل كنيسه الست بربره وناخد جوله سريعه فيها، وبرده مش هقول لكم المكان قد ايه جميل جدا، الناس عايشه هنا يا جماعه الموضوع حلو قوي. تعالوا تعالوا تعالوا. احنا هنا جوه كنيسة الست بربارة، كنيسة في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين، يعني كنيسة أثرية عريقة موجودة هنا من أواخر القرن الرابع الميلادي. زي ما انتوا شايفين كده تحسوا ان قدسية المكان بتتكلم عن نفسها. كنيسة القديسة بربارة موجود فيها جسدها، والناس هنا زمان كانوا متعودين يجوا يزوروها وياخدوا بركة ويلمسوا الجسد بتاعها. خلوني استغل الفرصة واعرفكم بالقديسة بربارة. كانت فتاة بالغة الجمال، كانت طبعا مولودة في احدى مدن اسيا الصغرى في اوائل القرن الثالث الميلادي. باباها كان غني جدا ولكنه وثني، كان اسمه ديوسكوروس، وتعلمت على يد العلامة اوريجانوس. بعدين اعتنقت الديانة المسيحية ورفضت الجواز عشان تكرس حياتها للسيد المسيح، واستشهدت في عهد الامبراطور الروماني ماكسيمانوس. دي قصتها باختصار. دي ذخيرة، وده زي الفافة وصليب بتوع كاهن، حاجات بتاعة المذبح. مزار ابونا مينا عبود، انا اول مره بزوره، فتعالوا ناخد بركه سوا. يا رب القدس نهتف لك أكسيوس 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 ميلادي مارتيروس، تفسير اسمك في أفواه. دلوقتي احنا هندخل نزور كنيسه ماريجرجس، وكمان قبر المعلم ابراهيم وجديس الظهر. مش عارفه ننزل كتير. حلو اوريكي صورهم. بصي بصي فوق. حلوة قوي. ده المعلم جرجس، ده المعلم ابراهيم، معلمين مصر، كانوا من اغنى الاغنياء. ده شكله حلو قوي يا جماعه بجد، يعني راس جميل قوي. هنشوف طبعا ترسان وكنيسة ماريجرجس.
للأسف معرفناش نصور أكتر من كده لأن ممنوع التصوير. واحنا دلوقتي متجهين هنروح نزور كنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان. كل الناس بجد تشوف. تعالي نزور كنيسة السيدة العذراء الأول، بعد كده نرجع لكنيسة السيدة العذراء. شكلها حلو أوي، وهي دي فوق. عايزة أسافر. طيب يعني انا يعني عندك دلوقتي ممكن ممنوع التصوير. بجد انا زعلانه قوي ان انا ما قدرتش اصور لكم، بس هو للاسف ممنوع التصوير. مارينا بجد الصور جميلة أوي. أنا أول مرة أشوفها، ازاي رسمينها كده، بجد حلوة أوي. لو أصلا لسه الرسام قاعد بيرسم فيهم دلوقتي. تحفة بصراحة. بصي والفنان هنا راسم صور حلوة يعني. راسم صورة لماما العذراء مع بابا يسوع في عرس قنا الجليل. أنا أول مرة أشوف الصورة دي كده مرسومة بالشكل ده، يعني شكلها حلو أوي. وصورة لما نزلوه من على الصليب هو كان لسه بيركب، وصورة رحلة العائلة المقدسة، وصورة المزود، وصورة البشارة لماما العذراء. الله بجد اللي هو التسلسل ده حلو قوي، وكده التسلسل الزمني. البشارة وبعد كده المزود وبعد كده الرحلة إلى مصر. بعدين أنا مش عارفة الصورة اللي بيرسمها دي إيه الصراحة. وبعدين صورة أول معجزة اللي هي عرس قنا الجليل. وبعدين صورة سيد المسيح بعد ما نزل من على الصليب. حلو قوي الصراحة. وده مزار المناخ الأندلس، أسقف عام. وصحيح بالنسبة للصورة اللي الرسام كان بيرسمها دلوقتي، انا رجعت وسألته وقلت له انا مش لاقية تفسير للصورة اللي انت بترسمها دي غير ان دي العذراء مريم لما راحت لأليصابات. وهو قال لي ان انا تخميني صح طبعا، هي الصورة كده فعلا، ولكنها فعلا مش محطوطة في مكانها بالنسبة للتسلسل الزمني. وضح لي ان ده بسبب مقاسات الصورة وقيمة المشهد التاريخي. وكانت طبعا يعني حاجة جميلة فعلا، رسومات مختلفة، ربنا يبارك عملهم. كده هنزور كنيسة الشهيدة فيرمينا العجائبية. من زمان لا بقالي سنتين من 22. بس الجسد بتاعها موجود جوا، القديسة فيلومينا الجسد جوا موجود. ايوه وقلنا نختم الجولة بتاعتنا بزيارة المتحف القبطي. تعالوا دلوقتي نشتري التذكرة مصري نشوف بكام وندخل ناخد لفة، يا رب تكون سريعة عشان عارفة ان هو كبير. ب20 جنيه الأجنبي ب230 مظبوط. أو الطالب المصري ب10 جنيه. انا طالب. حكي علينا. شكلها حلو قوي، دي ب20 جنيه اهي. اخر وقت تقطعوا فيه التذكرة الساعة 4:30، وده طبيعي جدا لان هنا المكان من 9 ل5، فطبيعي اخر وقت نقطع فيه 4:30. تعالوا بقى ندخل نتفرج على الفن القبطي. كان حلو قوي. ده مرقص باشا،
دي بقى زمان بقى بطلع ميه. هنا مدخل المتحف القبطي. حلو. هنا بقى هتلاقوا الفن القبطي القديم والايقونات، حتى الالوان بتروح منها. بصي السنكسار. مخطوطة السنكسار قديس الفارس عمر الجرجس يعني. ده الأمير تدرس المشرقي. حاجات بالقبطي. ستارة من نسيج قبطي. أنبا إرميا القديسين وتائب في دير الأنبا إرميا بسقارة. كده احنا هندخل إلى قاعة من ناحية إهلية اللي جاي ده. مش ربنا يستر. فينيسيا المدينة، قطعة من الحجر الجيري تمثل أفروديت. كل دي من إهنيسيا. ده كده متوفي. قاعدة ضيقة بقى من مصر الفرعونية. حاجات من مصر الفرعونية مش قبطية ولكنها من مصر الفرعونية من الوقت ده. أرمنت حجر جيري من القرن الخامس والسادس اللي هو ده، وهكذا بقى. دي صورة بتمثل السيد المسيح. ودي أسلوب التمثيل صراحة مريم. شايفين يا جماعة الأيقونة أصلا يعني في حاجات منها رايحة، ألوان رايحة قديمة جدا. هنتكلم فعلا في قرون أولى، القرن السادس والسابع. حلوة دي بقى آلات برضه، كل دي من دير القديسة إرميا بسقارة.
آلات وصور. بقى هندخل على قاعة تانية أو فن تاني من دير الأنبا أبولو باويت. مدينة فاطمة. بلدي. يلا مريم. وصلنا للنور، أخيرا وصلنا للنور بعد كمية فن فعلا كانت حلوة جدا. الفن القبطي ده فعلا كانوا بيرسموا على كل حاجة، على الرخام، على الأحجار، الأيقونات، وكمان حتى الأباريل، يعني ما سابوش حاجة غير لما رسموا عليها فعلا. وكان عندهم أنواع فن كتير قوي قرون أولى، فكويس قوي إن هم محافظين بيها لحد دلوقتي. تعالوا بقى نخرج النور، نتفرج على الرواق بتاع المتحف الفن القبطي وبعدين نروح.
تكونوا انبسطتوا، واللي زهقان وقاعد في البيت ينزل يعني ياخد لفه الموضوع كله فور فري يعني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، واشوفكم في فيديو جديد من جولات سياحيه. باي.